بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي المتابعين ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. قبل كل شيء نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جولة كده جميلة. طبعا انا اتأخرت عليكم فيديوهاتي. جولة بقى في سوق الذهب. ناس كتير كانت منتظراه، وخصوصا الأسعار الجديدة، لأن آخر فيديو كان تقريبا من سنة أو أكتر، حوالي سنة. فقُلت آجي أشوف لكم بقى الجولة دي بعد زيادة الأسعار الرهيبة في الدهب. بصراحة السعر ما زادش أوي في السعودية زي مصر، يعتبر ثابت. لو أنتم شُفتوا الفيديو اللي فات عشان تصدقوا كلامي، كان على 215، 220، دلوقتي 225. يعني مش الزيادة الشديدة أوي زي ما مصر كده بيرتفع بجد. طبعًا إحنا بالنسبة لنا هيبقى غالي لإن الريال عمّال يرتفع في مصر يعني. لكن بصراحة الأسعار هنا جميلة جدًا برضه ما شاء الله. طب هندخل هنا وأورّيكم كل النقاشات وأقول لكم الدهب المستعمل. الدهب المستعمل تبيعوه على 205، تشتروه على 209. طبعًا هندخل كده مع بعض الحياة بلازا. أنا خدت جولة جميلة جدًا في الحياة بلازا في رمضان. يعني أجواء رمضان، يعني الهدايا والاحتفالات بقى والفوانيس والحاجات دي والبخور وكده. أنا هاوريكم الجولة دي في الحياة بلازا، جميلة جدًا، جدًا، جدًا. كل سنة وأنتم طيبين، يا رب وبخير وبصحة وسعادة. طبعًا زي ما قُلنا الدهب على 225. تخيلوا أنا دخلت محل لقيته بيبيع على 240، يقول لي إحنا نختلف، ما أعرفش ليه. جايز عشان النقشة كانت تقيلة شوية، مش عارفة. بس أنا عارفة إن هُم كلامهم جميل جدًا، ويعني معاملتهم حلوة جدًا في الدهب بجد. يعني الواحد يشتري منهم دهب وهو كده نايم ومستريّح. يعني مش مثلًا أي تاجر كده تدخلي تبقي يا ترى أنا غشيت أو الكلام ده، لأ. بجد وتوزنيه برّه هو، تسعّريه برّه هو الجرام، وتوزني كل حاجة. بجد، بجد معاملتهم حلوة جدًا. الناس اللي اتعاملت معاها في السعودية ما شاء الله، ما شاء الله، يعني ربنا يزيدهم ويبارك، يا رب يرزقكم كلكم الخير يا رب. زي ما أنتم شايفين كده الدقة اللي هي ال3 اللي أنا وريتهم لكم دول عجبوني جدًا، وال3 برضه السادة. تعالوا هنشوف مع بعض الدقات كده وندخل الفيديو مع بعض ونشوف أكتر وأكتر. آآ هنا كده، دي يعتبر خفيفة مش محمّلة. دي بقى اللي حلوة جدًا، جدًا عجبتني، وأنا قِست منهم ال3 ووريت لكم منهم ال3. بس قولوا لي إيه رأيكم في ذوقي. أنا ما اشتريتش يا جماعة، أنا بس كنت باشوف كده. يعني ربنا يرزقنا يا رب ونجيب إن شاء الله. آآ وبرضه يعني لو ما يعني الرزق ده بتاع ربنا، ما جبناش خلاص ما فيش مشكلة. ربنا بس يجعلنا كده من أهل الجنة يا رب، ويرزقنا الخير كله. شوفوا الدقة الأولانية دي اللي عجبتني أوي، أوي، أوي. يعني أنا عن نفسي ولقيتها محمّلة، ومش إيه، مش اللي هي بتتطبّق يعني، محمّلة مش مفرّغة من جوّه. طيب في دقة تانية عجبتني برضه هاوريها لكم، ناقشة. يعني في ناس بقى هتعرف أسلوبي بقى في الحوار يعني. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك أرجوكم، وخلّي القناة تكبر بيكم وليكم، وصلّوا على الرسول. طبعًا أنا باحب الدهب في السعودية جدًا، وباحب السعودية عمومًا وأهل السعودية الطيبين، ربنا يكرمهم يا رب ويرزقهم الخير كلّه، يا رب. ربنا يرزقهم ويرحم كل شهيد يا رب في أهل سوريا، اللهم ارحمهم يا رب واغفر لهم. يا رب بجد الواحد يعني أقول لكم إيه، الواحد ما بينساش طبعًا، لكن الحياة بتمشي ونقول يا رب. المهم إن إحنا يعني يرزقنا كده بذكر الله. يا رب، يا رب وقرّبنا منه يا رب. الدقة اللي جاية بقى أو النقشة اللي جاية اللي عجبتني هتشوفوها معايا. طبعًا البناجر حلوة جدًا والسلاسل، وفي أطقم حلوة أوي، أوي عجبتني. آدي بقى دول عجبوني ال3 مع بعض، حلوين جدًا ومحمّلين بجد يعني.
شُفت 3 كده زي ما أنتم شايفين دُولة، كانوا حوالي حاجة و40 جرام، بس جُمال أوي، أوي. قولوا لي بقى إيه رأيكم في ذوقي؟ ربنا يرزقنا كده يا رب وإن شاء الله نجيبهم بإذن الله. أنا كنت مشلفطة الدنيا بالحنة كده، كنت باجرّبها بس يالّا الحمد لله، أبقى المرّة الجاية بقى أضبّطها بقى، مش أنا اللي أحطها لنفسي الصراحة. الدقة دي حلوة أوي، أوي يا جماعة، عجبتني أوي، أوي. مش عارفة ليه يعني قولوا لي إيه رأيكم في ذوقي؟ طبعًا دهب هناك دهب سعودي وبحريني وكويتي، كُلّه بقى. طبعًا أنا جيت أشوف دول كده اللي هم دول بس لأ، يعني أنا رجعت للتانيين أحسن لي، دول خُفاف من جوّه يعني مش عارفة، أنتم عارفين بقى اللي أنا أقصد إيه. شكلًا يعني بس أنا حلو، بس الشكل اللي عجبني أنا شخصيًا اللي هو الأولانيين خالص و والمسح اللي أنتم شُفتوهم دول. أنا عجبني الأولانيين خالص، خالص يا جماعة واللي هم إيه، اللي في النُص دول. آآ هنكمّل بقى وطبعًا الدهب كُلّه حلو، بس دي أذواق يعني، وربنا يرزقنا جميعًا، جميعًا. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك أرجوكم، أرجوكم. كل سنة وأنتم طيبين وبخير. طبعًا في فيديوهات حلوة جدًا نازلة لكم في الحياة بلازا، سواء بقى فساتين أفراح، فساتين أطفال، حاجة جميلة. زمن زمان يعني الفساتين بتاعة زمان نزلت، بتاعة الأطفال حاجات كتيرة أوي يعني مش والجلاليب المصري نازلة، وفساتين سهرة. الدقة دي برضه جميلة يا جماعة، النقشة دي حلوة جدًا عجبتني، دي تالت نقشة عجبتني. بس فضّلت ال3 الأولانيين وال3 اللي وراهم اللي هم إيه، مسح. قولوا لي بقى رأيكم بقى في الذوق، في ذوقي يعني. أنا ما جِبتش بس إن شاء الله ربنا يرزقنا جميعًا يا رب. أهم حاجة رضا ربنا علينا يا رب، ويرزق الجميع يا رب، يا رب رضا ربنا أهم شيء. طبعًا في فساتين سهرة، في أجواء رمضان، مقاضي رمضان، وهاقول لكم أنا استعديت بمقاضي رمضان أنا جِبت إيه. أنا اختلفت عن الناس كلّها وهاقول لكم أنا جِبت إيه. وطبعًا في فيديوهات كتير أوي، أوي، أوي جاية، إن شاء الله هتبقى حلوة جدًا. هنتفرّج كده مع بعض عن الدهب ده، حلو أوي، أوي. النقشة دي كانت التالتة، بس أنا هاورّيكم بقى يعني ال النقاشات. طبعًا قُلنا الدهب المستعمل تبيعيه ب205، تشتريه على 209 وحسب بقى ما عندهم، عندهم غوشتين 21 مقاس 21 جرام، حسب وزنهم وكل حاجة. يعني في كذا محل كده مستعمل، بس دهب حلو جدًا ما شاء الله زي الجديد. أنا ما فرّقتوش، هُم بيضبّطوه طبعًا أكيد يعني. ما فرّقتوش، وربنا يعوّض على أصحابه اللي باعوه. يعني أنا وأنا باتفرّج عليه باقول يا رب عوّض أصحابه. طبعًا كُلّنا بنتمنى إن لمّا نجيب دهب ما نبيعوش، فربنا يعوّضهم جميعًا يا رب، ويعوّضنا إحنا كمان عن كل اللي كان معانا برضه. شايفين؟ حلو أوي.